نبيه بري، شو هيك؟ كيف وليش قدر يضل رئيس مجلس النواب لعقود؟ قبل ما تخلقوه. من سنة 1992 هو مستلم الرئاسة. منصب مش عادي، هو بوابة اللعبة السياسية، بيدعي لجلسات، بيديروا بيقفلوا النقاش، بيمنح الكلام، بيعلن فقدان النصاب، بيأثر على جدول الأعمال. دقيقة زيادة مش رح بعطيك في دقيقة. منطق النظام اللبناني منصب رئاسة المجلس عرفا لطائفة الشيعية، وبري قدر يضل لأنه ما خلى ولا معركة داخلية تكبر لدرجة أنه تنهي ولايته، فحافظ على توازن قوى بالبيئة الشيعية عبر تفاهمات وتحالفات، ومنها علاقته مع حزب الله يلي بتخليه غير قابل للكسر بسهولة. إذا بتريدوا. وما بدنا ننسى أنه نبيه بري رئيس حركة أمل من عام 1980، يعني هو عنده كتلة نيابية منضبطة تعطيه قاعدة مع كل موجة سياسية. لك شو عاملين لي قهوة هون انتو؟ بري بقى مهم لأنه كتير دول وسفارات بتعتبره خط تواصل أساسي، خصوصا بملفات حساسة مثل حزب الله، التفاوض، التهدئة، التسوية. لأنه موضوع مزح أيضا. حتى لما خسر شعبيته قدر يحافظ على الحد الأدنى، فأخذ 65 صوت من أصل 128 بانتخابات 31 أيار ب 2022، أضيق فوز لإله بس كافي. نبيه بري. جيت كيبر للبرلمان، هو مش مستفيد من النظام، هو أداة لتشغيل النظام كله. خلينا نخلص منكم بهاليومين.